ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني قوي 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 من الفيديو اللي فات. يلا بينا ندخل على فيديو النهارده احنا عندنا روتين صغنون كده في الصالة، فيلا بينا اخدكم معايا. اول حاجة قمت فطرت وفطرت الولاد وخرجنا قعدنا نتفرج على طابور الصباح. اه والله العظيم يا جماعة بتفرج على طابور الصباح. المدرسة ورايا مش راضية تسيبني في حالي. خلصت الدراسة والحمد لله. برضو مزروعة ورايا في الجواز، الحمد لله. هنا ده كان طابور صباح، دي مدرسة بنات بس اسمها الطابور. هو لسه الكبيرة دي. هنا بس كده. اللقطة اللي انا صورتها دي هي دي بس الطابور. اقسم بالله انا اتغصت غيظة. انتوا مصحينا ويلا والطابور يعني المايك بتاع الاذاعة بتاع طابور الصباح عايزاكم تسمعوا القرآن برضه. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. هنا بقى كان عندي شوية غسيل طبقتهم وعندهم وهنخش على البيت. بس دي الكارثة بقى. المهم تعالوا نكمل اول موضوع طابور الصباح. صحيت وابني صحى على الصوت فعاوز يتفرج على طابور الصباح. يا ماما قومي فرجيني، يا ماما عايزه اخرج البلكونه، يا ماما يا ماما. فخرجنا وقلت بقى ايه، احمس الولد ان هو اما يخش الحضانه او المدرسه ان شاء الله الكبيره ان هو هيعمل كده. ببين له يعني ايه ان مش لوحدك بتروح الحضانه، في ناس كتير بتروح الحضانه اهو. فان هم يقفوا شويه ما وقفوش، اقسم بالله هم ما حيوش العلم، لا هم قالوا مصر حره وقاموا طالعين على الفصول بسم الله ما شاء الله. حتى التوابير في الايام اللي احنا فيها ديت بقوا بيكروتوها، حتى التوابير بقت بتتكروت. انا فاكره على ايامي لما كنت في المدرسه كانوا بيقعدونا بيذلونا اقسم بالله في الطابور بتاع الصبح ده وطابور الصباح و وتحية العلم وأناشيد والتمارين. لدرجة ان انا كنت بكره حياتي، ما كنتش بروح اصلا في الطابور، كنت بستقصد ان انا انزل متأخرة. كنت بوصل المدرسة 8:30 يكونوا خلصت الطابور اخش بقى بروقان محدش يوقفني في الشمس ساعتين. دلوقتي لا، ما عادش في الكلام ده. دلوقتي في ثانية كل حاجة بقت بتجري. يلا الحمد لله. الخير اللي كنا فيه ما عادش موجود. ربنا يسترها يا رب على اولادنا يا رب، اللهم امين. بس هنا بقى هنخش في الروتين. هنا ده عندي الانتريه. ده الفيديو ده انا مصوراه في ايام ما كنت بنظف في الاسبوع اللي كنت بنظف فيه تنظيفات المدارس وكده. كنت بنظف البيت كله، فكنت كل يوم ماسكه جزء في البيت بنظف. فده كان اخر حاجه، اللي هو مكان الانتريه كان اخر حاجه نضفها في البيت. كنت سايباه اخر حاجه لان ده المكان الوحيد اللي في الشقه بنقعد فيه، فكنت سايباه اخر حاجه عشان ايه ما يبهدلش بقيت الشقه. قلت اخلصها كلها وبعد كده نبقى نخش عليه ننضفه. وبعده المطبخ بصراحه، يعني انا عملت بعده المطبخ والسلم. هنا بقى شلت بقى كل حاجه، شلت الانتريه، لمعت الكنبه بس اللي كان عندي كنبه كده مطربه فلمعتها. الكنبه دي الوحيده اللي احنا بنقعد عليها، ما بنقعدش على باقي الانتريه بصراحه. انا بطلت اعمل العاده دي، يعني بطلت ان احنا نقعد على الانتريه بصراحه. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم كده، ما اقعدوا على الارض احسن. اه والله العظيم انا بقيت بقعد ولادي في الارض. بحس ان احنا قاعدين براحتنا، بنلعب براحتنا، بناكل بنشرب بنذاكر قاعدين براحتنا. انا بنوتي صغنونه طالعه بتحب قعده الارض قوي.
مش عارفة اخد الخصلة دي منين بس هي بتحب قعدة الارض قوي، فمن يوم ما ولدتها بصراحة واحنا بنقعد جنبها في الارض. فالانتريه ما عدناش بنلمسه بصراحة. هي الكنبة واحدة بس اللي انا كنت بلمعها، دي اللي جوزي بيقعد فيها، مش قادرة اسيطر على جوزي. يعني ده الوحيد اللي مش قادرة اسيطر عليه. فربنا يهديه يا رب وينزل يقعد معانا في الارض بقى بس. فعشان كده تلاقوني سايبة الانتريه مش مغطياه. بس يا توته، هتلاقوني سايبة الانتريه مش مغطياه لان ما بنلمسوش الحمد لله وهو زي الفل. فسايبة كده. تلاقي يقولي لا افرشيه، لا يا جماعة مش هفرشه، انا سيبه كده اتمتع بيه والنظر يتمتع بيه احسن. انا من يوم ما ولدت بنتي وانا ما بفرشوش بصراحة، من يوم ما ولدتها وانا ما بفرشوش وما غطيهوش وما بنقعدش عليه برضو. فهو زي الفل الحمد لله، ما فيهوش اي حاجه، وانا ايدي فيه دايما، بس مش الغسيل اللي هو عشان برضو القماشه بتاعته ما تبوظ. لا، هو الانتريه ده معايا بقاله 6 سنين، فالحمد لله انا محافظه عليه والدنيا تمام. هتقولي بتضايقي من كفرات الانتريهات ليه؟ بحس ان هي بتاخد من شياكه البيت وبحس ان الحاجه يعني انا جايباها عشان اتمتع بيها، هفضل مغطياها مش هشوفها. فلا، انا حافظ على الحاجه، محدش يجي جنبها، محدش يلمسها، وفي نفس الوقت نخليها البيت شكله حلو ونضيف. بس ممكن بقى ممكن يعني انا برضو فكرت في تفكير حلو، لان مهما انتي سيطرتي برضو مش هتقدري تسيطري على الاطفال. فانا برضو فكرت تفكير حلو ان انا ممكن اعمل كفر للانتريه، بس نفس لون الانتريه، يعني نفس لون القماشه، اخد نفس القماشه واجيب نفس اللون عشان ما احسش ان انا وطي الانتريه، فاهميني؟ فباذن الله هعمل كده باذن الله باذن الله. بس هنا كده انا كنت حسبت الانتريه، بعدته ناحيه الشاشه وكنست تحته ومسحته ونضفت الشباك، مسحته من كل حاجه. الشباك بيبقى عليه كده اللي هي الترابايه الخفيفه دي الناعمه من نشاره، لانه تحت بيتي ورش وصاروخ وكده فبيطلع نشاره. فنضفت الشباك كله ولمعته وظبطته. وكان عند الحيطان ابني بينط ورا الكنبه وبيقعد، ده مكانه المفضل في الشقه كلها ان هو يبعد، عشان بس السجاده ما كانتش مفروشه، بيبعد الكنبه الكبيره ويخش يقعد وراها، فده مكان لعبه، فكان مبهدل الحيطان ورا الكنبه. فبس فشلته وظبطت الحيطان ولمعتها ورجعت تاني الحمد لله. هنا بقى رجعت الانتريه تاني اهو يا جماعه الانتريه زي الفل، هو مفيهوش اي حاجه، اقسم بالله ما فيه نقطه تراب حتى، انا حافظه عليه الحمد لله. هنا بقى انا عارفه مين اللي ممكن يشوف الفيديو ده ويشتمني، انا عارفه بس مش مشكله عادي. المهم بسبب الانتريه. المهم هنا كنت بعد ما كنست ومسحت الحمد لله، مسحت بالشرشوبة وسبتها تنشف، ورجعت لمعت تاني بالموب. بالموب حطيت فيها مية وحطيت فيها اللهم صل على النبي معطر، اللي هو معطر فريدة، اللي هو البنفسجي، اللون البنفسجي، ريحته تحفة يا جماعة، اقسم بالله ريحته تحفة تحفة تحفة. بيفضل في الشقة يومين، خليلك الشقة تحسي كده ان انتي داخلة فندق، بيبقى ريحتها جميلة قوي. هنا بقى قفلت الشباك وهرجع الانتريه مكانه، هنزل الستاير. انا الستاير دي كنت غسلاها كلها، مسكت ستاير البيت كلها غسلتها خلاص. بصراحة بعد التنظيفة دي انا قاعدة اسبوع اهو الحمد لله، قاعدة كده ببال مرتاح. تنظيف من على الوش ما بياخدش مني 10 دقايق الشقة كلها. بصراحة التنظيفات العميقة ديت بتريحنا فترة. فظبطت الدنيا كده ورجعت كل حاجة مكانها، وكنت غاسلة برضو السجادة لان السجادة بتاعتي فاتحة، فغسلتها، هي كانت نظيفة بس برضو غسلتها عشان اديها تلميعة كده. وفرشتها بقى خلاص. انا كنت شايلة كل السجاد بتاع البيت، لا هنا كنت فرشت كله كله كله. بس رجع بقى تاني ما بغطيش الانتريه، بس بغطي السجادة. ليه؟ السجادة عندي هنا كنت بعدل الكوشن بتاع الانتريه. السجادة عندي لونها فاتح وفيها لون ابيض،
فانا قلت لكم احنا بنقعد قعدتنا يعتبر في الارض وكده، ما بنقعدش على الكنب. فلا طبعا شايفين منظرها فاتحة، فلا طبعا بغطيها، ما اقدرش اسيبها، لان لو سبتها هتتدمر، والولاد وكده والوان لا لا بغطيها، مش مشكلة عادي، بسيبها بقى. بس انا كنت ظبطت الدنيا وخلصت. بصراحة اليوم كان تحفة. هي الكنبة دي كانت لسه مبللة شوية، والمطرح ما انا كنت مشيت عليها قماشة بمية، وفرشت الترابيزة، وهنا الدنيا كلها تمام. ايه رأيكم بقى؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم والروتين ده عجبكم. هو حاجة سريعة كده، مرضتش اصور غير هو ده الفيديو اللي كنت انا مصوراه، اللي هو الانتريه بس. وقعدت بقى خلاص، كنت يومها كنت اتشليت اقسم بالله. التنظيفات العميقة دي بتاخد من صحتنا بطريقة مش طبيعية، بس بتريحنا بصراحة. تاخدي اجازة بعدها اسبوع او اسبوع ونص. انا بقى كنت خلصت، دخلت طبخت، عملت حبة ورق عنب صغيرين في حلة صغنونة قوي، وحطيت عليهم شوية ستريبس، شوية بانيه، وكوباية بيبسي، والحمد لله كده اليوم كان خلص، وكنت نهاية اليوم واكلة وقضت يومها وخلاص الحمد لله. بس كده الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اضغطي لي لايك واشتركي في القناة، وقولي لي ايه رأيك في الفيديو، واتكلموا معايا في الكومنتات، قولولي عايزين نعمل فيديوهات ايه كمان الفترة الجاية بإذن الله. هننوع بقى خلاص بقى ان شاء الله. ونشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.